وانظر هذا المجتمع الغربي، سبحان الله، إذا كبر الشخص يدخلونه في دور العجائز، يدخلونه يتركونه. وأنا أتعجب، أنا أستغرب إذا ذهبت إلى بلدان الإسلامية العربية وأرى هناك الناس ينظرون إلى الغرب نظرة الإحسان والإعجاب ويتشبهون بالكفار، وانظر هنا، انظر كيف يعيشون الناس منكدون، لا يعيشون في سعادة. مثلا في ألمانيا، يعني الناس يلتفتون إلى ألمانيا، ما شاء الله ألمانيا أغنياء وسيارات وكذا. في ألمانيا كل 48 دقيقة انتحار. من أكثر أسباب الموت في ألمانيا الانتحار، وفي الغرب عموما. وأنا أتعجب كيف الناس هناك في البلدان الإسلامية ينظرون إلى هذه البلدان وينظرون نحن نريد أن نكون مثلهم. كيف تريد أن تكون مثلهم؟ يعيشون معيشة ضنكا، فمن أراد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سبحان الله، أنا أرى هذا الافتخار في كل بلد من بلدان الإسلامية. مثلا أذهب إلى دكان أسأله يا أخي أنا أريد أن أشتري مناديل، بكم المناديل؟ يجيب بفرنسية. أنا لا أعرف فرنسية. أخي بكم؟ سي ماذا؟ بكم؟ سي يجيب بفرنسية مرة أخرى. أقول أنا لا أفهمك، بكم؟ يأخذ الحاسوب يدوي ويضغط 6. انظر 6. أقول له 6 ما شاء الله، هل تستطيع أن تتكلم بالعربية؟ لا، يفتخر بلغة أجنبية. وأنا أقول أنا لا أعرف فرنسية، أنا من ألمانيا. أنتم ألمانيون تفتخرون بلغاتكم. لا أخي، أنا ما قلت لك تكلم معي باللغة الألمانية، قلت لك تكلم باللغة العربية. ما طلبت هذا منك.